واحنا على صفحة الكلام ده حقيقي بنتابع البوستات وبقرا القصص اللي بتيجي من وقت للتاني. ابتديت احس كده انه في بعض القصص بتشاور شوية على الاب وعلى دور الاب، وقد ايه ممكن يكون اب بيحب ولاده وفرحان باي حاجة هو بيعملها حتى لو الحاجة دي فيها تعب. فابتديت افكر ليه ما نعملش مسابقة زي ما عملت وقت عيد الام مسابقة ام بجد، ليه ما نعملش مسابقة اب بيحب بجد. فطلعت الفكرة، قلت للناس عايزكم تبعتوا لي صور ابهات مع اولادهم اي مكان، بس اكتر صور هتاخد لايكات هنعمل لها زي فوتو سيشن عائلي للعيلة دي، يطلعوا بره في مكان اوبن ونصورهم. اكتر 5 صور هيفوزوا معانا. يعني كنت معتقد ان عدد الناس اللي هيبعتوا بنتكلم مثلا في 50 حد 80 حد هيبعت. اللي انا استغربت له جدا انه عدد الصور اللي نزل في الالبوم 330 صورة. دي ما كانتش مشكلة لانه احنا بنتكلم على سوشيال ميديا وفيسبوك وناس كتيرة ممكن يكونوا بيبعتوا وبيتابعوا البيج، فعادي صورة هتتبعت وخلاص. اللي كان بيشد انتباهي جدا انه في صور كان بيتبعت معاها قصص، وفي صور الصورة نفسها قصة. على سبيل المثال مثلا صورة البنت اللي بعتت صورتها وهي متصورة سيلفي مع باباها وباباها ده ضرير. انا ما كنتش متخيل هو مشاعر الراجل ايه وهو بيعمل حاجة هو اساسا مش فاهمها، لانه اذا كان الراجل ده ضرير فهو ما يعرفش ان الموبايل فيه كاميرا وانه الكاميرا ممكن تبقى فرونت كام فيقدر الواحد يصور نفسه يعني. لكن كان واقف جنبها فرحان جدا وبيضحك. قصة تانية اب قرر انه يتنازل عن جزء من شغله لانه حس ان الجزء من الشغل ده بيتاخد من حق اولاده انه يرجع لهم ويهزر ويضحك معاهم. فحسيت ان احنا الموضوع اكبر من مجرد عدد لايكس هيجي على الصور بناء عليه احنا هنعمل فوتو سيشن للي هيكسب يعني. فقلنا طيب احنا مش هعمل 5 بس، لا انا هعمل 10. اكتر 5 صور خدوا لايكس دول خلاص كانت الجايزة الاولانية، واكتر 5 صور ليهم قصص، سواء الصورة نفسها قصة او اللي باعت الصورة باعت بيتكلم عن صاحب الصورة دي بالحاجات اللي بيعملها مع اولاده. اللي شد انتباهي اكتر واكتر انه 90% من الصور اللي جات كانت اللي بتبعتها الزوجة. فده معناه ان احنا بنتكلم عن عائلات فيها الست مقدرة جدا دور جوزها، وكل صورة الست تبعتها تقول لي انا لو هتكلم عن جوزي هو يستحق لقب اب بيحب بجد، انا لو هتكلم عن جوزي ده اكتر واحد يستاهل اللقب، وهكذا. فقلنا لا، يبقى كده الموضوع اكبر من مجرد ان احنا نعمل مسابقة وان اصحاب المسابقة دول يكسبوا خلاص الموضوع يخلص على كده. لا، احنا عايزين حاجة تكون ongoing، حاجة تكون مستمرة، حاجة تدي كل اب قايم بدوره الطبيعي على الوجه الاكمل ويمكن زيادة شوية تديله حقه الطبيعي. لما جينا فكرنا انه عيد الام ساعة ما طلع كان ليه بداية، وكان اول حاجة يعني اول مرة نسمع ان في عيد ام في مصر كان ليه يوم. اول مرة كان يتعمل سنة 50 60 70 مش هتفرق كانت سنة كام، بس جه في يوم كده في سنة من السنين كان اول مرة يتعمل يوم للام في مصر. قلنا ليه ما يبقاش في يوم للاب في مصر؟ قبل ما افكر ان انا الونش الفكرة اتكلمت مع صديقي الكاتب مايكل سامي اللي هو مؤلف كتاب مرار طافح، ولقيته مرحب جدا بالفكرة. وطبعا ان انا اخد رأي حد مهم زي كده ليه خبرات وليه تعاملات مع ناس وليه عدد فانز مش قليل بالتقل ده يعني، فكونه رحب بالفكرة ده شجعني جدا. عشان كده قررنا انا وهو ان احنا نتبنى الفكرة دي في مصر ونكون احنا الجيل اللي عاصر وجود اول يوم للاب في مصر. فكرة ان يبقى في عيد اب في مصر فكرة بصراحة كانت لازم تتم وتتنفذ من زمان، لان الاب دوره ما بيقلش ابدا اهمية عن دور الام، بل بالعكس من وجهة نظري بصراحة دوره اهم، لانه يعتبر قبطان السفينة الاسرية اللي من خلاله يقدر ينجيها في بحر الحياة او يغرقها. لو جينا مثلا نشوف دور الاب داخل اسره هنلاقيه ان هو مش مجرد المكنه اللي بتشتغل عشان خاطر تجيب فلوس، لا طبعا، فهو بيتمتع برضه بنفس صفات الام، فخوفه على ولاده ما يقلش ابدا عن خوفه عليهم، وبرضه حبه وحنيته لولاده ما يقولوش ابدا عن حبها وحنيتها ليهم.
وكذلك برضو سهروا على راحتهم ورعايتهم. كلمة أب كلمة معناها كبير جدا، اختصارتها اللغة في حرفين، الألف والب. أمان وبذل، أمان لكل أفراد أسرته وبذل لنفسه عشانهم. وأخيرا أحب أقول لكل أب، المواقف بس قادرة تثبت للناس أنت مين. أنت مصدر للمحبة في العطاء، بتكون أمين. جوا عينك راح تشيلنا، وبحنانك بتعاملنا، وبابتسامتك بتقابلنا حتى لو مهموم حزين. كل سنة وكل أب بألف خير وسلام. مايكل سامي. ما حبيتش انه احنا نلتزم بنفس اليوم اللي بيحتفلوا بيه امريكا او نفس اليوم اللي بيحتفلوا بيه دول اوروبا، لانه لما انا جيت عملت المسابقة حد قال لي انه ده يوم الاب عندنا في هولندا، وبعدها بشوية لقيت على 21/6 كده تقريبا ناس قالوا لي على فكرة كل سنة وانت طيب، النهاردة يوم الاب عندنا في امريكا وكندا. فقلت لا، احنا مش عايزين نلتزم بيوم بره لأي مرجعيات تخص الدول دي. احنا مش عايزين تبقى المرجعيات دي هي اللي بتحركنا احنا هنا. خلينا ندور على يوم يكون اليوم ده ليه معنى، او يكون اليوم ده ليه مناسبة. اليوم اللي احنا اخترناه في حد ذاته حلم ان احنا نوصل بالاب ان اليوم ده يكون لايق عليه. بغض النظر التاريخ اللي احنا اخترناه امتى هتعرفوه ده في الاخر، بس احنا كان لازم قبل ما نفكر ان احنا ندي الفكرة شكل رسمي، وان احنا نقول احنا اليوم ده حتى على مستوى الكوميونتي الصغير، الناس اللي وافقوا على الموضوع ان احنا هنحتفل بيه في اليوم ده، فكرنا ان احنا ننزل الشارع وناخد اراء الناس. المفروض يبقى فيه عيد اب. موافق. ويا ريت يبقى فيه عيد اب. اكيد الاب مكمل للام. يكون في عيد اب عشان هو عامل اساسي برضه. يا ريت يبقى شيء جميل وده موجود على فكره في بره، يعني في الخارج. الايجابيات بتاعته ان الاب هو اللي بيفرض السياسه على البيت، مش الام هي اللي بتفرض السياسه. فاذا الاب كويس هيشعر الست او زوجته بالقيم والاخلاق والفضيله، والام هي اللي بتنفذ. يعني لأن الراجل بيضحي كتير، ولازم ما ينقص حاجة عن المرأة، لازم يبقى يحس بكيانه في وسط ولاده وفي وسط المجتمع وفي وسط الناس، لأنه الراجل بيشقى وبيتعب، ولازم لأنه بيجري هنا وهنا وهنا، وبيجيب الأموال وكل حاجة. هو اللي بيروح الجيش، وهو اللي يعني بيخدم الوطن. المفروض ان الاب برضك بيشقى وبيتعب وهو اللي عليه الرق الجامد، وبرضك الام بتتكرم. المفروض ان الاب برضك يبقى يتكرم. ده حاجه يعني حاجه بسيطه يعني للاب، عشان برضك يحس برضك بمستواه في المجتمع زي الام كده. ما بنعمل لها عيد ام، بيبقى الاب ده برضه عامل اساس ان هو شقي وتعب، واهم حاجه ان هو يعلم ابنه الصلاه والعمل الصالح، وان هو يبقى كويس مع الناس ويبقى اخلاقه كويسه. هو عامل اساس زي الام بالظبط، فلازم يكون ليه يعني حاجه ليه بحيث تديله برضه انه حياه زي ما عيد الام برضه هو برضه يديله حياه. بالنسبه للاب طبعا قدوه في البيت، وهو الاساس، وهو الاساسات في البيت، وهو اللي عنده العطاء للاسره،
وهو بالنسبه للرقيب على الاسره، فالمفروض هو يعني يتكرم بقى ايه ان هو تعمل له عيد اب. لا ايجابيات يعني زي ما قالوا عيد الام مش في مساواه. طيب احنا عايزين نتساوى الستات يا سيدي. يعني بس. وكان الهدف من الموضوع ده ان احنا نعرض الناس اللي موافقين ليه والناس اللي رافضه ليه. طبعا انا موافق على ان يكون في عيد للاب، لان الاب ليه دور كبير جدا في الاسره. الاب بيربي برضه مع الام بالمشاركه معاها. يعني هو مش دور ان هو يصرف على البيت وخلاص او يجيب لهم المام زي ما بيقولوا، لا ده لازم يبقى مشارك بشكل قوي. فعشان كده لازم يبقى في دور للاب، عشان كمان الابن او الاولاد يعني بشكل عام يفتكروا الاب بهديه جميله، يبقى فيه روح جميله. زي ما الام بتجيب لها هديه وتفتكرها، الاب برضو لازم تفتكره، الاب برضو لازم تفتكره وتجيب له هديه. وده اعتقد هيبقى تقليد جديد يعني وكويس، ويخلي الاب يراجع من نفسه ويفتكر دوره المهم. زياد علي، مذيع في راديو مصر. وده نفس الكلام اللي عملناه على البيج. يعني اعتقد ان انا لما نزلت البوست بتاع موافق او غير موافق على ان احنا يكون في يوم للاب في مصر، جالنا اعتقد 134 كومنت او 134 رأي. بنسبة 85 ل 90% من الآراء اللي جت كانت موافقة جدا، وال5% اللي فاضلة أو ال10% اللي فاضلة الأسباب اللي ذكروها مبنية على تعاملات شخصية. يعني حد كانت علاقته بباباه ممكن تكون مش على الدرجة اللي تخليه يفكر إنه يبقى فيه يوم للأب. الفكرة من يوم الأب إن إحنا مش عايزين نكتر عدد الهدايا اللي احنا بنتبادلها مع بعض، مش عايزين نكتر عدد المناسبات اللي احنا بنحتفل بيها في السنة. الفكرة من يوم الأب ان احنا عايزين نخلي الأبهات وهم قاعدين بيتفرجوا في اليوم ده على جايزة الأب المثالي مثلا المحافظة الفلانية اديتها لهناك والقصة تعلن. ده هيحرك قلوب أبهات كتيرة جدا، ممكن يقارن نفسه بحد تاني ممكن تكون ظروفه مماثلة لكن بيتصرف بطريقة تقربه من ولاده أكتر. يوم الأب يمكن دلوقتي مش هيبقى رد فعله قوي أكتر من مناسبة إحنا هنحتفل بيها مع بعض، لكن أنا بتهيألي من وجهة نظري الشخصية إنه في المستقبل يوم الأب ده هيخلي الأبهات يفكروا كتير قوي قبل ما يبقى في فرق بين ولادهم وبين ابن حد تاني باباه يستاهل لقب أب بجد. اما جينا فكرنا في اليوم، فكرنا ان اليوم ده يبقى في شهر 7، لانه احنا يوم 1/7 بنعلن مسابقة او نتيجة مسابقة أب بيحب بجد. طيب عايزين بعدها نعمل يوم للأب. طيب لما جينا نزلنا يوم الأب ده يبقى في شهر 7، كل الناس طبعا اللي اختار يوم تاريخ ميلاد واللي اختار تاريخ ميلاد جوزها اي حاجة كلهم في خلال شهر 7 يعني. مبدئيا احنا عندنا في شهر 7 في مصر في يوم 23 يوليو ده اجازة، فانا كنت حابب انه اليوم يكون مربوط ب 23 يوليو يا قبل يا بعد. ليه؟ علشان يبقى ده يوم اجازة للأب،
فالاب اذا كنا بنتكلم عن اب بيشتغل طول الشهر طول السنه، بيجي اليوم ده بياخده اجازه، فاحنا محتاجين انه اليوم بتاعه يكون فيه راحه ليه. طيب ما ينفعش نخليه يوم 23، لان 23 ده ذكرى الثوره، ما ينفعش ندخل معاه حاجه تانية. فكرت في الاول انه يبقى يوم 22/7 عشان يبقى صالح تاني يوم اجازه، بس حسيت ان يوم 22 في حد ذاته احنا مختارين مجرد رقم. اليوم بقى اللي انا لما اخترته حسيت انه في حد ذاته اليوم ده حلو، هو يوم 24/7. ليه 24/7 لايق قوي انه يبقى يوم للاب؟ لانه الاب لازم يبقى تحت الطلب 24/7، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. ف 24/7 ده في حد ذاته حلم إن احنا نوصل بفكر الأب وبدور الأب إنه يبقى مطلوب 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ويكون هو جاهز ومستعد انه يقدم خدمته لبيته، خدمته لاولاده، خدمته لمراته، خدمته للمجتمع اللي حواليه، فيبقى الاب جاهز 24/7. فان شاء الله اول يوم للاب في مصر هيبقى يوم 24/7/2015. ما تجيبوش هدايا، بس يكفي انكم تصحوا اليوم ده الصبح كل واحد يروح لباباه يقول له كل سنه وانت طيب يا بابا، النهارده اول يوم للاب في مصر. مفيش اب ما بيتعبش، مفيش اب ما بيشتغلش. لما جينا حتى عملنا الكليب بتاع يوم الاب اللي انتوا هتسمعوه من وقت للتاني على اليوتيوب، يمكن مش عارف هنعرف نعرضه على قنوات او لا، بس هتلاقوا فيه جمله مهمه جدا، انه الاب بيفضل تعبان طول سنين عمره، وتعبه ده مش ليه، تعبه ده بيروح. انا بقبض مرتبي عشان مصاريف الولاد، بقبض مرتبي علشان لبس العيد، بقبض مرتبي علشان ايجار الشقه واكل البيت، بقبض مرتبي علشان عندي جمعيه جايب بيها جهاز في البيت، انا بقبض مرتبي اللي انا بتعب فيه، بس مش عشان حاجه ليا. من وقت للتاني ممكن يبقى فيه جزء ليا، لكن في الاساس انا بقبض مرتبي علشان العيله اللي عايشه معايا، او بمعنى ادق لو انا هتكلم عن والدي، فوالدي كان بيقبض مرتبه علشان العيله اللي عايشه في خيره. فهو ده اللي احنا كاتبينه في الكليب، انه الاب بيتعب وتعبه مش ليه، بس تعبه عشان يرسخ رسالته اللي هي ان في عيله كامله عايشه في خيره. اذا كنا في وقت من الاوقات نسينا الدور ده، فايه المانع ان احنا نبقى اول جيل في مصر يعاصر اول يوم للاب في مصر 24/7/2015. كل سنه وانتم طيبين. مقدمه.